ورقه الامتحان هتجيلك، هتبدا تحل، هتخلص حل، هتروح. لو انت فاكر ان ده اللي المفروض يتعمل في الامتحان فصدقني انت غلطان. حل الامتحان كده ليه اصول. تعالى في الفيديو ده هنعمل ايه؟ في الفيديو ده هنحل النموذج الاسترشادي اللي الوزاره منزلاه، هحله بالتجربه اللي عايزك تاخدها بالظبط. انا هحله مش كمهندس بشوي كامل، انا هحله كانك انت اللي بتحل. لما بنيجي نحط امتحان بنجيب لك الامتحان مكون من كذا ليفل من ليفلات الاسئله، حوالي من 40 ل 50%. البرسنتج دي بتختلف من امتحان للتاني. حوالي من 40 ل 50% بتبقى اسئله مباشره جايه لك في شكل معلومه انت عارفها على طول، مجرد ما تقرا السؤال هتقدر تحدد الاجابه. بعد كده من 30 ل 40% بتبقى اسئله متوسطه، محتاجه تركايه، محتاجه تفكر في حاجه سنه عشان تقدر تجاوب، ولكن برضه بتبقى سهله مش صعبه. ولازم في الامتحان احط لك كام سؤال كده تريكي عشان الطالب المتفوق. بالمناسبه دي عايز اقول لك على حاجه، كل سؤال من دول بدرجه. يبقى من العقل اعمل ايه؟ انا مش هحل الامتحان بنفس الترتيب بتاع الامتحان. انا عشان اقدر اكولكت اكبر عدد من الدرجات احل الاسهل الاول وبعد كده الاصعب. طب ازاي؟ لما اقرا السؤال هفهم. لازم تبقى انت واصل للمرحله دي، انت مش شغال مع اي حد وخلاص، انت شغال مع مهندس بشوي كامل. فمش هندخل الامتحان نحل كده زي الناس العاديين، لا ده احنا هنحل بطريقه مختلفه. زي ما بنشرح بطريقه مختلفه احنا في الامتحان برضه هنحل بطريقه مختلفه. نرجسيه وماتش. زي ما بنشرح بطريقه مختلفه برضه حتى في الامتحان احنا هنحل بطريقه مختلفه. تعال نشوف السيميوليشن في الامتحان ده. هحل الامتحان ده كانك انت اللي بتحل الامتحان. تعال نمسك كده واحده واحده الامتحان ده ونشوف هياخدنا فين ونتعامل معاه ازاي. اول لما خدت ورقه الامتحان ببص كده لقيت اول سؤال بيقول لي ايه؟ هفكرك انا بعمل سيميوليشن، انا بحل كانك انت اللي بتحل، انا بحل كانك انت اللي بتحل. اللي هنطلع منه من حل هذا الامتحان مش جاست الاجابات، مش جاست الاجابات. تعالى بص، اول حاجه هقرا السؤال، اشوف السؤال ده اجابته في دماغي بشكل مباشر ولا لا. لقيت اجابته في دماغي بشكل مباشر هروح مجاوب عليه، ما لقيتوش هروح نازل على اللي بعده وبعد كده ارجع له تاني. اول سؤال، what role does ozone play in the chemical treatment of water؟ نبص على الاختيارات، بيقول لك الاوزون بيعمل ايه في الكيميكال تريتمنت بتاعت الووتر. desalination of water يعني بيشيل الملح من الووتر، لا. has a high ability to absorb organic matter and chemical pollutants، لا ده كان الاكتيفيتد كربون. لو تفتكر كان الاكتيفيتد كربون. ثالث حاجه اوكسيدايزنج سم اورجانيك. احنا اتفقنا الاوزون هو توكسيك لما اعمل له انهيليشن، لكن لما اجي استخدمه عشان اعمل كيميكال تريتمنت للووتر بيبقى جود اوكسيدايزنج ايجنت. اوكسيدايز سم اورجانيك اند انورجانيك اوف هارمليس تو هارمليس سبستانس. يبقى الاجابه هتبقى سي. ابص على الاجابه الرابعه برضو احتياطي عشان لو هو بيلاعبني في حاجه. purification of the water from gases، لا الاوزون ما بيعملش كده. تاني سؤال، which of the following reactions leads to decay ozone layer؟ اوبا ده انا كان عندي في منهجي، ركز بقى في دي، ركز في دي. انا ممكن احلها لك على طول وخلاص، لا مش عايز اعمل كده، مش عايز احلها لك على طول وخلاص. ليه بقى؟ السؤال ده احنا ما خدناهوش، السؤال ده احنا ما خدناهوش في المنهج. عارف ليه ما خدناهوش؟ عشان هو مش علينا في المنهج. السؤال ده مش علينا في كتاب الوزاره. اوبا الامتحان جاي فيه اسئله من بره الامتحان ودربكه وايه، لا مش عارف اجاوب السؤال، لا انا مش عايزك كده. احنا عايزين نبقى ايه؟ ثبات انفعالي والدماغ شغاله. ركز في دي بقى، مش هيجيب لك سؤال اجابته مش في دماغك، مش هيجي لك سؤال اجابته مش في دماغك. ممكن سؤال زي كده يبدو ان انا ما خدتوش قبل كده، ولكن خلي بالك اجابته في دماغك. احنا خدنا في المنهج بتاعنا الايكويشنز اللي بيحصل بسببها فورمينج للاوزون، الايكويشنز اللي بتعمل لي فورمينج للاوزون، ما خدناش الايكويشنز اللي بيحصل ديكي بسببها للاوزون. فدي محتاجه سنه سنس تفكير. طالما حاجه كده محتاجه سنه سنس تفكير يبقى ده تقريبا من الاسئله المتوسطه، هنسيبه دلوقتي وهنرجع له تاني. انا بحل زي كانك انت بتحل. سؤال محتاج مني تفكير، عندي اسئله تاني اسهل، اجيب الاسئله الاسهل الاول وبعد كده هرجع افكر في ده. فانا هسكيب السؤال ده. هوبا سؤال يلخبط تاني جامد جدا بقى. هوبا سؤال غريب جدا. the opposite figure choose the amount of glucose in the cytoplasm. ايه السيتوبلازم دي؟ ما خدتش حاجه اسمها سيتوبلازم انا اصلا. of the cells of an organism. study it carefully and then conclude which region of the globe can this organism live in. aquatic temperature zone ولا يبقى سؤال غريب خالص. ده سؤال غريب خالص، سؤال غريب خالص. هسيبه دلوقتي، انا بالنسبه لي هسيبه دلوقتي. هدور ايه؟ انا عايز اكولكت درجات فهبقى ارجع له بعدين. كده انا سايب كام سؤال؟ سؤالين، وطبعا بعلم، يعني انا بعلم كده على جنب عشان ابقى عارف انا سايب ايه. انا سايب سؤالين
نمبر 4 freezing and thawing of water is a reason for freezing and thawing of water دي احنا واخدينها بشكل دايركت. reason for ايه weathering reason for physical weathering. في الفريزنج اند ثوينج دي قلت لك لما بيبقى في كراك بينزل فيه ووتر، الووتر دي بعد ما يحصل لها فريزنج بتعمل اكسبانشن فالكراك يكبر ترجع بقى تدوب تاني تبقى ليكويد وهكذا. طالما حاجه فيها تمبريتشر فيها فريزنج فيها بويلنج فيها حاجه بتطلع فيها حاجه بتنزل كحراره كفيزيكس يبقى physical weathering. عشان كده الاجابه دي هتبقى physical weathering. نمبر 5 اللي بعديها one of your friends who lives in America wants you to tell the rest of your classmates in other countries. تقول لي باقي زمايلك في countries في بلاد اخرى that it is now 86 Fahrenheit in America. The temperature you will send in a way that your friends in the scientific field will understand. سؤال بسيط ولكن فيه تشغيل دماغ سنه. بيقول لي احنا قاعدين في امريكا ودرجه الحراره دلوقتي 86 فahrenheit. طب هو عايز ايه؟ عايزني اقول درجه الحراره دي واضح من الانسرز ان عايزني احولها. ليه بقى؟ يعني بيقول لك ايه؟ بيقول لك التمبريتشر اللي هو عايز يبعتها the temperature you will send in a way that all your friends in the scientific field will understand. عايزني احول ال 86 فahrenheit دي ليونت تانية مختلفة كل زمايلي في الساينتفك فيلد يفهموها يترجموها. تعال نحولها. انا عندي فahrenheit 86 فahrenheit. هل السؤال بقى هنا هل 86 فahrenheit هي 86 فahrenheit؟ ده هي. يبقى انا لو عملت على اول لو علمت على اول اجابه دي الاجابه تبقى صح. لا، فahrenheit دي بيمشوا بيها في امريكا، بتوع امريكا بس اللي بيفهموها. انا عايز حاجه كل ما هم يعني كل الناس اللي في الساينتفك فيلد يقدر يفهمها. نجرب نحولها لسيلسيوس. عشان احول فahrenheit لسيلسيوس بعمل ايه؟ هي 86 بعملها الاول ماينس 32. 86 ماينس 32 هتديني 54. 86 ماينس 32 هتديني 54. لما بطلع بقى 54 هعملها تايمز 5 over 9. نعمل كده نجرب 54 times 5 over 9. 54 times 5 over 9 ادتني 30 سيلسيوس. 54 times 5 over 9 ادتني 30 سيلسيوس موجود عندي في الاجابات. يبقى انا حليت جبت الاجابه، جبت درجه ببلاش اهي في الجو. صديقي ما تبقاش متسرع. انت بتعرف تحول ماشي، بس في عنصر كده، في حته كده لازم سنس كده لازم تبقى عارفها. ما تتسرعش، ما تبقاش لازم يبقى في عنصر الاكسبيرينس والتقل كده يعني فاهم. هو عايز يبعت التمبريتشر دي لفريندز ان ذا ساينتفك فيلد. الوسط العلمي scientific field will understand. هيبعتها في الساينتفك فيلد، هيبعتها لحد في جامعه ثانيه، هيبعتها في مركز ابحاث. كنت قايل لك بقى مهندس بشوي بتاع الفيزيكس كان قال لك ايه؟ قلت لك وانا في الجامعه اي حاجه ساينتفك ليها دعوه بالتمبريتشر من ضمن الغلطات الشائعه اللي انا نفسي غلطتها كتير في الجامعه. اي تمبريتشر بعوض عنها في مسائل، اي تمبريتشر بستخدمها في الرولز، اي تمبريتشر بستخدمها في الساينتفك فيلد لازم تبقى بالكلفن، مش بالسيلسيوس. يعني 30 غلط، 30 سيلسيوس كتمبريتشر صح انت حولت، لكن بالنسبه للساينتفك فيلد لا يعتمد اي حاجه ليها دعوه بالسيلسيوس، بيعتمد الكلفن سكيل. وفهمتك وقلت لك عشان الكلفن ده فيه ابسوليوت زيرو، وقعدنا نرغي كتير في الحته دي. يبقى انا محتاج احول من سيلسيوس اللي انا طلعتها دي اللي هي 30 الى كلفن. 30 بلس 273 تديني كام؟ تديني 303 كلفن. هل دي موجودة عندي في الإجابات؟ يبقى الإجابة دي هي اللي صح. ما تسرعش. ال 86 فahrenheit هي 30 سيلسيوس، هي 303 كلفن، ولكن الصح عندي 303 كلفن، لأن أي حاجة ساينتفك ليها دعوة بالتمبريتشر بنتعامل بالكلفن. فاهمان؟ تعال نخش على سؤال كمان. Liquid substance often have a higher molecular weight than gaseous substance. دي معلومه هو بيديهاني. بيقول لك في الاغلب المواد الليكويد، الحاجه اللي في حاله الليكويد بتبقى ليها molecular weight اكبر من الحالات او اكبر من السبستنس اللي بتبقى في حاله الجاز. Despite this water is a liquid at normal temperature while hydrogen sulfide is a gas. ومديك المولكيولر ويت بتاع الووتر ب 18 والمولكيولر ويت بتاع ال H2S الهيدروجين سلفايد ب 34. اركز انا بقى كده افهم. انا ما عنديش في منهجي حاجه ليها دعوه بالمولكيولر ويت، ولكن هو بكل بساطه بيديك معلومه فوق وبيسالك عليها بشكل تاني. المعلومه اللي اداها لك فوق ان في اغلب الاحيان الحاجه الليكويد بيبقى المولكيولر ويت بتاعها اعلى، ما عدا في الحاله دي مثلا بيقول لك فور اكزامبل اشمعنى في الحاله دي بقى مع ان الووتر على طول في حاله الليكويد المولكيولر
الموليكيولر ويت بتاعها 18، والجاز نوع من الجاز اللي هو هيدروجين سلفايد، في الحاله دي الموليكيولر ويت بتاعه اعلى، في الحاله دي الموليكيولر ويت بتاعه ايه؟ بتاعه اعلى. ومع ذلك هو في حاله الجاز والووتر في حاله الليكويد. وبيسالك ليه؟ This is due to ايه؟ قبل ما اخش ابص على التشويسز، عايزك تتاكد ان ده تكنيك انا بدي لك معلومه وبحط لك كام حاجه غريبه. تاكد ان انا كواحد بحط امتحان ممكن احط لك كام معلومه غريبه عشان انت تستغرب، بس في الاخر لما باجي اسالك بقى بسالك على ايه؟ بسالك على الحاجه اللي عندك في المنهج، بسالك على بوينت عندك في المنهج تبقى انت دارسها وانا متاكد ان انت دارسها، عشان اختبرك ايه؟ عشان اختبرك فيها. فتعال نبص كده التشويسز. بيقول لك القصه دي بسبب higher electronegativity of oxygen and lower polarity of water. دي ايوه بقى، يبقى هو عامل اللفه دي على طول عشان بيسالني على حته الالكترونيجاتيفيتي دي بتاعت الاكسجين وحته البولاريتي بتاعت الووتر. انا كنت عارف من الموليكيول بتاعت الووتر ان الالكترونيجاتيفيتي بتاعت الاكسجين عاليه، وان الووتر البولاريتي بتاعتها عاليه مش لور. يبقى اول حاجه هعمل ايه؟ هشطب على دي مش جايه معايا. ليه؟ الالكترونيجاتيفيتي بتاعت الاكسجين عاليه فعلا اهي هاير، دي حاجه تمام، دي حاجه صح، بس البولاريتي بتاعت الووتر مش اقل، مش لور ولا حاجه، ده المفروض تبقى هاير. نبص على بعديها اللور الكترونيجاتيفيتي اوف سلفر اند هاير بولاريتي اوف هيدروجين سلفايد، لا برضو غلط. نبص على بعدها هاير الكترونيجاتيفيتي اوف اوكسجين اند هاير بولاريتي اوف ووتر. ده انا عارفك، ده انا عارف المصطلح ده، قفشتك. نبص على بعدها احتياطي هاير الكترونيجاتيفيتي اوف سلفر، لا. يبقى من ضمن الحاجات اللي عايز ارسخها في دماغك، حتى لو اداك حاجه شكلها غريب هو مش هيسالك غير في الحاجه اللي في منهجك. ليه؟ بيشوفك انت خفيف ولا لا. اول لما تلاقي حاجه شكلها غريب هتتوتر بقى مش في المنهج وبتاع وتقعد تعمل القصه دي، ولا انت حد رايق وراسي كده ومعاك حد زي باشمهندس بشوي كامل كده مقريك على التركات اللي ممكن تحصل، مش هيسالك غير في حاجه في منهجك. ما تتوترش، تعال، موضوع عبيط، موضوع بسيط جدا. بيسالك على الالكترونيجاتيفيتي والبولاريتي بتاعه الاكسجين والووتر. نبص على السؤال اللي بعده. The increase in the thickness of the soil indicates to all of the following except. السويل اتفقنا بتيجي من روكس مختلفة، كل حتة على كوكب الأرض فيها سويل بطريقة مختلفة، الثيكنس بقى بيختلف، تخانة السويل دي بتختلف، وقلنا اكزامبلز كتيرة هي بتختلف ليه. تعال نمسك بقى الانسرز هنا ونشوف ايه وضعه معانا، يعني هو عايز يكلمني في ايه. Increasing the effect، هو بيقول لي مبدئيا increase the thickness of the soil indicates to all of the following except. يبقى كل دول بيعبروا لي على انكريز في الثيكنس بتاع السويل ما عدا حاجه واحده. تعال نمسكها حاجه واحده كده. increasing the effect of the living organism ليها دعوه بان هي تكبر الثيكنس بتاع السويل. لان الليفنج اورجانيزم دي كنت قلت لك كنا بنسميها ساعتها ايه؟ بيولوجيكال ويذرنج. كل ما يبقى في حركه زياده من الكائنات الحفاره اللي بتقعد تحفر والفئران والكلام ده، مش كانت كل ما بتخربش بقى في الروك اكتر وبتعمل لي فروله اكتر فبتعمل لي سويل اكتر، فالثيكنس هيبقى اكبر. يبقى دي ليها دعوه بالانكريزنج ذا سويل ثيكنس. نبص على بعدها، وخلي بالك في كلمه اكسبت هنا، احنا كله هيبقى ليه دعوه ما عدا حاجه واحده بس. increasing the period of time at which soil is formed. طبعا ليها دعوه. ليه؟ اتفقنا ان السويل formed continuously but very slowly. يبقى كل لما تديها وقت اكتر كل ما هتعمل thickness اعلى من السويل. يبقى التايم ليه علاقه. decrease the period of time at which the soil is formed. دي عكس دي، في الاغلب هي دي الاجابه الصح، ما هي الوحيده اللي ما بتزودش. هو كل لما اقلل الوقت كل ما الثيكنس هيزيد، لا ده العكس اهو، لسه عامل عليها صح فوق. نبص برضو اخر واحده عشان نبقى فاهمانين. The original rocks strongly affected by climate factors. لا دي برضو بتاثر لي على الثيكنس بتاع السويل. كل لما الاوريجينال روك بتتاثر بالكلايمت فاكتورز كتير، ووتر بقى وويند وتخبيط وحاجات زي كده، كل ما تديني ثيكنس للسويل اكتر. يبقى الاجابه الصح فين؟ سي. شفت الموضوع ببساطه ازاي؟ نبص على السؤال اللي بعده، نمبر 8. which of the following graphs is scientifically correct. مديك 4 جرافات ويقول لك انهي فيهم scientifically correct. عشان اديك نبذه عن الجرافات برضو اللي يهمني تعرفه في الجرافات، سيبك من الشكل ده، ال3 اشكال دول لو لقيت الشكل ده يبقى الريليشن ما بينهم دايركت بروبورشنال. يعني ايه؟ يعني لو دي زادت دي هتزيد والعكس صحيح، تمشي كده وتمشي كده. لو لقيت الشكل ده يبقى دي inversely proportional، يعني العلاقه ما بين دي ودي inversely proportional، ما بين الاكس اكسس والواي اكسس
inversely proportional. ما بين الحاجه اللي مكتوبه هنا والحاجه اللي مكتوبه هنا inversely proportional، يعني واحده منهم تزيد الثانيه تقل. لو لقيت الشكل ده يبقى الاثنين ما لهمش علاقه ببعض، يبقى حتى الحاجه اللي على الاكس اكسس هنا مهما تزيد، مهما اروح الناحيه دي ومهما تزيد، الحاجه اللي على الواي اكسس بتفضل ثابته. بص بتفضل ثابته، لو هنا في رقم 5 هي فضلت 5 على طول، مالهاش علاقه باللي تحت اصلا. اللي تحت قاعد يزيد هي ما بتزيدش معاه. هنا اللي تحت قاعد يزيد اهو، هي تزيد معاه. تيجي تلاقي البوينت دي هنا وهنا تكبر شويه، تيجي تلاقي البوينت دي جت كده هنا شويه طلعت هنا، تلاقيها كبرت هنا برضه، وهكذا. دي الدايركت. الانفرس عكسها. انا شخبطت قوي كده ليه؟ استنى، انا شخبطت جامد ليه؟ طب تعالى بص، تعالى. مديني 4 علاقات بيقول لي كلهم which of the following graphs is scientifically correct، يعني معناها ان هلاقي 3 غلط scientifically وواحده بس اللي صح. تعالى ندرسهم كلهم. الشكل ده انا مش فاهمه، الشكل ده انا مش فاهمه، هسيبه دلوقتي. انا مش فاهمه، هسيبه دلوقتي. تعالى نبص على اللي فاهمينه. شكل الدايركت، علاقه ما بين الاوزماتيك بريشر ما بين الاماونت اوف ديزولفد سولت، بيقول لي ان هي العلاقه دايركت. هل الكلام ده صح؟ صح. ازاي؟ كان ايه الاوزماتيك بريشر؟ كان بيجي منين؟ لو عندي سيمي بيرميبل ممبرين وعندي هنا ليكويد في كونسنتريشن عالي من السولت، 1 2 3 4 5 6 7 8. سي لو عندي الناحيه الثانيه ليكويد في كونسنتريشن عالي من السولت برضو 8، ده زي ده بالظبط. هل في ووتر هتتحرك من هنا لهنا؟ لا. طالما ما فيش ووتر هتتحرك، هل هيبقى في بريشر على السيمي بيرميبل ممبرين ده؟ البريشر اللي على السيمي بيرميبل ممبرين ده اتفقنا هو الاوزماتيك بريشر. طالما ما فيش ووتر هتتحرك، هل هيبقى في بريشر؟ مش هيبقى في بريشر. طب انا لو قللت هنا سيكا، يعني انا جيت هنا قللت سيكا، هيبقى في بريشر ولا لا؟ هيبقى في بريشر. ازاي؟ البريشر هيتحرك من اللو كونسنتريشن اوف سولت للهاي كونسنتريشن اوف سولت. الووتر هتتحرك من اللو للهاي. طب مش انا كل لما ازود بقى، مش كل لما ازود هنا بارتكلز زياده، كونسنتريشن زياده كتير من السولت، كل ما الكونسنتريشن بتاع السولت ده هيشد الووتر بطريقه اقوى. طالما هيشد الووتر بطريقه اقوى، يعني البريشر الاوزماتيك بريشر هيبقى اقوى ولا لا؟ هيبقى اقوى. يبقى العلاقه دايركت ولا مش دايركت؟ دايركت. اوزماتيك بريشر دايركت مع الاماونت اوف ديزولفد سولت، كل لما ازود كل ما الاوزماتيك بريشر هتعلى. يبقى دي صح. طالما قلت دي صح يبقى انا جبت الاجابه، لان هو عايز which of the following graphs is scientifically correct. في الاغلب الباقي غلط. تعال نبص عليهم نتشيك على الباقي. اوزماتيك بريشر واماونت اوف ديزولفد سولت، اتفقنا الشكل ده يعني معناها ما لهمش علاقه ببعض. لا، ده احنا لسه جايبين ان هم ليهم علاقه ببعض، يبقى دي غلط. اوزماتيك بريشر والاماونت اوف ديزولفد سولت انفرسلي بروبورشنال، لا مش انفرسلي بروبورشنال، لان احنا اتفقنا ان هم دايركت بروبورشنال. الشكل ده اللي انا مش فاهمه، معناها كل لما انا بطلع، كل ما انا بزود في الاماونت اوف ديزولفد سولت، الاوزماتيك بريشر ثابت على رقم معين، ولا بيعلى ولا بيقل. الكلام ده صح؟ لا، الكلام ده غلط. الاجابه الصح هي بي. تعال نبص على سؤال تاني، ما تنساش ان انا سايب سؤالين فوق هنرجع لهم. نمبر 9 the structural adaptation that common between freshwater fish and salty water fish. نبص بقى ايه هو من دول. نمسك واحده واحده. compressed body احتمال، compressed body ده structural. increase of concentration of salt in the cell، لا اتفقنا ده physiological adaptation، ده برونا خالص. streamlined body ده structural احتمال. decrease the concentration of salt in the cell ده physiological برضه. طب انا حاجه زي كده انا ما خدتش الموضوع ده بشكل مباشر. لو انت متسرع ممكن تقرا كومبريس بادي دي وتختارها على طول، بس الموضوع محتاج تشغيل دماغ بقى. يعني احنا ودي حته الحلوه ان احنا نشغل دماغنا. الاثنين دول ستراكشر، انهي من دول كومن ما بين الفريش ووتر فيش والسولت ووتر فيش؟ نيجي نلاقي كالاتي. الكومبريس بادي ده نوع من الادابتيشن، نوع من الاستراكشرال ادابتيشن، بيبقى عند الاسماك اللي تحت خالص في دبث عالي قوي، نتيجه البريشر العالي في الدبث ده بيحصل لها هذا النوع من الادابتيشن. اغلبيه المسطحات المائيه الفريش ووتر ريفر ليك ما بتبقاش دبث عاليه قوي، ما بتبقاش غويطه. ولكن تعال بص على الستريم لايند بادي دي. ستريم لايند بادي ده اللي هو شكل الانسيابي. ستريم لايند بادي ده شكل السمكه اللي هو عامله زي التوربيد، بتبقى السمكه عامله زي التوربيد كده، عامله زي اللانش، عشان تعرف تخترق الميه باقل فريكشن. لو طلعت سمكه من البحر وطلعت سمكه من نهر النيل بتلاقيهم هما الاثنين ليهم نفس الشكل الانسيابي دي وبيزفلطوا كده. يبقى الحاجه المشتركه، الاستراكشر ادابتيشن مشتركه حتى الان سي. كده خلصنا 9 سؤال. بالمناسبه الامتحان 20 سؤال ام سي كيو 3 مقال. كده خلصنا 9 اسئله. حتى الان ايدي ماشيه في الاسئله اهو. هفكرك ان انا سايب سؤالين فوق، لان انا معايا اسئله بتوفر وقت، بضمن الدرجه على طول في السريع. فانا سايب سؤالين فوق هرجع افكر لهم واعرف احلهم، ولكن انا عايز اضمن اكبر عدد اسئله الاول،
واسيب في الاخر شويه في الامتحان كده وقت عشان افكر في كام سؤال المخموخيشن اللي فيهم مخموخيشن. if the boiling point of a liquid x، مديني liquid يا سيدي، قال لك الليكويد ده اسمه x، البويلينج بوينت بتاعته at sea level، لا واحده if the boiling point of a liquid، في liquid البويلينج بوينت بتاعته x at sea level، sea level اهو، البويلينج بوينت بتاعته x degree Celsius، رقم هو مدوني unknown، and its boiling point is y at the mountain level. لو خدت نفس الليكويد ده طلعت فوق ماونتن بقى هلاقي البويلينج بتاعته y Celsius، وانا ولا اعرف x ولا اعرف y. which of the following is the ratio of x to y؟ كلمة ratio x to y هي x over y على طول. طب انا ولا اعرف الاكس ولا اعرف الواي، اعمل ايه؟ بص التشويسز بيقول لي ايه؟ ده التشويسز مش جايبها لك ارقام، عارف لو جايبها لك ارقام يبقى انت لازم يبقى في جيفن وتعوض تحط ده اوفر ده، لكن هو مش جايبها لك ارقام، عايز يعرف بس جريتر ذان وليس ذان، هو عايز يعرف انت فاهم الحته دي ولا لا. مش اتفقنا ان البويلينج بوينت كل لما بطلع لفوق كل لما بتقل يبقى معناها ان الاكس دي هتبقى رقم اكبر من الواي، اكس اوفر واي رقم اكبر، اكس رقم اكبر اوفر واي رقم اقل، يبقى الانسر على طول هيطلع greater than 1. طب انا مش فاهم، معلش انا اسف، لو انت فاهم عادي خش على السؤال اللي بعده. لو انا مش فاهم بقى وعايز افهم الحته دي، انا لما بعطل في اي مساله ليها دعوه بالفيزيكس او ليها دعوه بالماث بجرب. انا هجرب في الحاجات اللي زي كده لما بيديها لي انون، هجرب افرض انا حاجه من عندي. فانا هفرض ان درجه حراره الليكويد دي، هفرض ان البويلينج بوينت بتاع الليكويد ده 100 ديجري سيلسيوس كووتر مثلا، هاخده واطلع فوق اجرب اعمل له بويلنج، هلاقي ان فوق من المنطقي ده اللي انا عارفه هتبقى اقل، فهفرض رقم برضو حتى لو هو مش صح، بس اللي صح ان هو اقل، ال100 اعلى من 50، ال50 اقل من 100، فقلت مثلا يبقى هو فوق مثلا 50 سيلسيوس. اكس اوفر واي يعني 100 اوفر 50، 100 اوفر 50 تديني كام؟ 100 اوفر 50 تديني 2. طب هل ال2 ده اكبر من 1 ولا مش اكبر من 1؟ اكبر من 1. يبقى انا الافتكاسه اللي انا افتكستها دي من شويه صح، انا عملت دبل تشيك، جريتر ذان 1، ادي الاجابه. اسئله في اللذيذ. 11 حليناه قبل كده وجه في امتحانات الشهر. The value of 750 ملي mercury equivalent to a نيوتن بير متر سكوير. دي تحويله مباشره. كنت بحول ازاي؟ هذا النوع كنت بحوله، كنت بقول انا عارف ان 760 ملي mercury equal 101300 نيوتن بير متر سكوير. انا همسح ده عشان ما اتلخبطش. كان 760 ملي mercury equal 101300 نيوتن بير متر سكوير. هو عايز يعرف ايه بقى؟ عايز يعرف 750 ملي mercury equal كام نيوتن بير متر سكوير. كنت بعمل ايه؟ باخد الاثنين قصاد بعض في الدياجونال دول، الاثنين قصاد بعض في الدياجونال دول، ده تايمز ده ديفايد ده، 750 تايمز 101300 اوفر 760. الكلام ده يديني كام؟ الكلام ده اعمله على الكالكوليتر هتلاقيه ادالك 99967.11. تعال نعملها دبل تشيك برضو عشان لو اديتك رقم غريب زي كده، لو اديتك رقم غريب نشوف ليها تحويله ولا لا. 170 اوفر 760 يديني كام؟ 99967. بص اداني كام؟ 99967.105 وارقام تانية كتيره. ال5 دي هنشطبها ونزود واحد هنا approximately يعني، فهي دي نفس الانسر ده. ندخل على السؤال اللي بعده 12. Which of the following is a reason of abnormal aquatic algae bloom؟ ده سؤال برضو من الاسئله المباشره. الجاي ده الالجاي دي كانت نوع من انواع البلانتس اللي موجوده في المارين لايف، طحالب بلانتس. كنا بنقول مثلا ممكن نلاقيها في النيل يحصل لها بلوم امتى؟ لما يتسرب شويه فيرتلايزرز من اللي موجودين في الارض، من اللي انا برشهم في الارض، نزلوا الووتر، ايه اللي يحصل؟ البلانت بقى بتاع الووتر اللي هو الجاي ده يقعد يكتر فبيعمل بلوم كده يعني، فاهم؟ ايه اللي عندي ينفع؟ نبص كده على الاختيارات. saturation of water with nitrate and phosphate salt. اول واحده اهي. ليه النيتريت والفوسفيت دي هي اللي كانت بتبقى من عند الفيرتلايزرز، دي اللي بتجيلي من الفيرتلايزرز. نقرا الباقي عشان انا انسان فضولي، نقرا الباقي يمكن يكون في كمين ولا حاجه. increase the solubility of carbon dioxide، لا مش مؤثره بالنسبه لي. saturation of water with sulfate and lead salts، لا.
increase salinity of the water body لا ما تفرقش معايا خالص، يبقى انا كده ماشي في التمام صح. 13 to treat the weak flowers of plants fertilizers rich in the elements A are used. طالما جاب لي سيره فلاورز يبقى البوتاسيوم، طالما جاب لي سيره فلاورز يبقى الاجابه ايه؟ بوتاسيوم. فاكر الحته دي كنت رصصهم لك كده كل واحده بتعمل ايه؟ اللي هو الان بي كي، كانت الان بتعمل حاجه والبي حاجه والكي حاجه. الكي طالما جاب لي سيره الفلاورز. نبص على اللي بعدها. The lowest density of water at كام temperature؟ برضه ده سؤال سهل. The lowest density of water كان الكيرف عامل ازاي يا سيدي؟ كان الكيرف عامل كده. دي كانت عند 4 ديجري 5 6 7 وهكذا 3 2 1 0. كنت عند 4 ديجري ده هنا الدنستي كانت الماكسيمم دنستي. 4 ديجري كانت الماكسيمم دنستي وعايز ذا لوست دنستي. طب هل هتبقى عند 5؟ تعال نبص 5 فين؟ 5 اقل من 4 كدنستي يبقى 5 برضو لا. طيب هتبقى عند 3 ولا 1؟ نبص بقى كده. ده 3 بص 3 فين؟ ده الدنستي عند 3 هي الدنستي عند 5، الدنستي عند 5 و3 ايكوال، لكن الدنستي عند 1 هي اقل حاجه خالص. دنستي عند 1 هتبقى هي اقل حاجه خالص، ولو 0 يبقى 0 اقل من 1. عشان كده كنا بنقول ان الايس بيبقى بيفلوت فوق الميه مش تحت. سؤال برضو مباشر حتى الان بنلاحظ الحلاوه، قاعدين نلملم في اسئله كده واحنا قاعدين ممخمخين، والراجل قاعد يحط لي تريكات في النص عشان يلخبطني، وانا ده احنا جامدين قوي، ده احنا جامدين قوي 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 قوي. تعال نبص على بعدها. The minimum value of VRMS required for propane gas to success to escape. ايه البروبين جاز ده؟ اول مره اسمع عنه، ما شفتوش ما اعرفوش، مالناش دعوه، من ضمن الكلمات اللي بيحطها لك عشان يلخبطك كده في النص. اي كلمه تلاقيها انت ما شفتهاش قبل كده ولا كانك شايفها، تخيل توقع خمن ولا كانك شايفها. الفي ار ام اس دي كانت السرعه بتاعه الجاز نفسه. عايز يعرف ايه المينيمم فاليو بتاع الفي ار ام اس ريكوايرد فور ذا وات ايفر فور ذا حاجه جاز تو سكسس تو اسكيب فروم ايرث's اتموسفير. ايرث's اتموسفير كنا بنقول كانت ليها في اي equal 11.2. اي جاز ليه في ار ام اس، لو الفي ار ام اس بتاعت الجاز كانت bigger than او equal ال 11.2 الجاز ده يقدر يسكيب صح. هو عايز ايه بقى؟ عايز المينيمم فاليو. 11.1 اقل من 11.2 ما تنفعش. 12.2 تنفع، 12.2 اكبر من 11.2 تنفع على طول. يا صديقي ما تبقاش متسرع، ما تبقاش متسرع. بيقول لك المينيمم، بيقول لك ايه؟ بيقول لك المينيمم من غير ما اعرف. هتلاقي واحده ثانيه تنفع. 10.2 لا دي اقل من الفي اي ما تنفعش. 11.2 نفسها هو مديك 11.2 نفسها وانت عندك هنا ايكوال، يبقى 11.2 دي تنفع. عندك 11.2 تنفع و12.2 تنفع، ولكن المينيمم هتبقى صغيره 11.2. يبقى كله غلط. الاجابه الصح دي. ما تتسرعش، انت فهمان وحد تقيل وخلاص بقيت حد متمكن، ما يلخفنكش بقى. تعال بص على بعدها. The bald eagle is almost extinct because ايه؟ بص اول واحده فيها دي تي. اوبا انا فاكر بقى، ده انا مذاكر اهي علمت عليها اهي طالما فيها دي تي دي تي هو البيستسايد ده. يا هندسه ما انا فاكر ان الاجابه صح جدا، ده انا مذاكر الحته دي. عزيزي لا تكن متسرعا. يا صديقي ما تبقاش متسرع، اقرا بس نقرا. بص كده. The use of DDT which affected the strength of its wings. ايه علاقه ال DDT بالوينجز؟ ايه علاقه pesticides ممكن يعمل لي pollution بالوينجز؟ ملوش علاقه بالوينجز، الوينجز دي بتاعت يعني فاهم، مالهاش علاقه. تعال نقرا اللي بعديها. The use of chlordine which affect its ability to reproduce. لا دي برضو مالهاش دعوه بينا خالص، والوينجز مالهاش دعوه بينا خالص. نبص على بعدها. Lake of raccoons, muskrats and rabbits to feed on. مش لاقي حاجه تاكلها؟ لا برضو مش دي السبب. بص اخر واحده. The use of DDT برضو. The use of DDT which affect their ability to reproduce. هي دي. استخدام هذا النوع من البيستسايد كان بيبوظ عندها حته ان هي تقدر تعمل ريبروديوس. يبقى هي دي الاجابه الصح. 17. A technique that can be used to measure the ratio of harmful gases. تكنيك بنقيس بيه harmful gases
in the air and heavy metals in the soil. ده عايز حاجه تكون ليها دعوه بالسويل والجاز مع بعض. تكنيك، لو تفتكر الجدول اللي كنت مديهولك في التكنيك في الملزمه بتاعت ليله الامتحان، عايز تكنيك يكون بيقيس الهارم في الجازز اللي موجوده في الاير اكيد، يبقى تكنيك بيقيس الجازز وفي نفس الوقت هو نقدر نستخدمه عشان نقيس الهيفي ميتالز اللي في السويل. وبفكرك تاني ان دي كانت تكنيكس مش اسامي الاجهزه نفسها. تعال نمسكهم واحده واحده كده، بص من الاخر للاول. ويت كيميكال اناليسيز، لا ده كان في السويل بس اصلا. جاز كروماتوجرافي من اسمه كده، طالما حط كلمه جاز ده يبقى ده كان في الاير بس. ليكويد كروماتوجرافي ده كان في الليكويد بس. لكن السبكتروسكوبي دي كانت حاجه بنقدر نستخدمها، لو تفتكر هتلاقيني حاططهم لك الثلاثه جنب بعض. السبكتروسكوبي ده كان تكنيك بنستخدمه عشان نقدر نطلع البوليوتنتس من الاير والووتر والسويل من الثلاثه، يبقى هو ده اللي ينفع معايا. نبص على اللي بعدها 18. From the following diagram هو بيديهولك all the following are causes of disruption in this food chain except. مديك food chain، فيتو بلانكتون، زو بلانكتون، عارفهم ولا مش عارفهم؟ ما اعرفهمش، ما يوترنيش. هو مديك فود تشين، بيقول لك دي فود تشين. حاجه اسمها الفيتو بلانكتون بتاكلها حاجه اسمها الزو بلانكتون بتاكلها حاجه اسمها السمول فيش بتاكلها حاجه اسمها اللارج فيش. ايه اللي من دول يحصل يبوظ لي، يعمل ديسربشن للفود تشين دي. نركز في السؤال. all of the following are causes of disruption in the food chain except. يبقى كل دول هيعملوا disruption، كل دول هيعكوا لي الدنيا في الفود تشين دي ما عدا حاجه واحده. تعال نمشي من الاخر. decreasing numbers of D and A. لو قللنا النمبرز بتاعت A وبتاعت D الدنيا هتبوظ ولا مش هتبوظ؟ هتبوظ. ليه؟ انا لما اقلل النمبر بتاع ده اعداده كمان هتقل، مش هيلاقي حاجه ياكلها، وبالتالي ده كمان مش هيلاقي حاجه ياكلها، وده اصلا النمبر بتاعه قل لوحده. يبقى دي بتعمل ديستربشن. بتعمل. احنا عايزين حاجه ما بتعملش ديستربشن. increasing numbers of B and decreasing number of A. لما ازود B واقلل A. طب ما انا لما ازود البي ده هيبقى عايز الاي كتير عشان يقدر ياكل. لما الاي يقل هو برضو عدده اجباري هتقل، يبقى دي برضو بتعمل ديسربشن، يبقى دي برضو مش تبعنا. دي predating C in large numbers، يعني دي بتاكل C بكميات كبيره. ده الدنيا هتبوظ خالص برضو، دي الدنيا هتبوظ خالص. ليه؟ دي بتاكل ده بكميات كبيره، ده اعداده هتقل، ده اعداده هتزيد. لما ده اعداده هتزيد هيقلل الاعداد ده، فالدنيا باظت خالص برضه. بص الاجابه اللي هي ايه بقى اللي احنا سيبناها في الاول دي. increasing number of A and B. تعمل لي ايه increasing number of A and B؟ لما انا ازود A وازود B معناها B هيلاقي حاجه ياكلها. A زادت B هيلاقي حاجه ياكلها. ما اثرتش على الاكل بتاع ده لان هو موجود وبوفره وكتير، فده برضو اعداده هتزيد. فلما ده اعداده تزيد برضو اللارج فيش ايه اللي هيحصل لها؟ اعدادها هتزيد برضو. فكله ماشي معايا بشكل لطيف. ده كده عندي ما حصلش كارثه، كده عندي كله لقى الاكل بتاعه. فكره اي فود تشين لو في حلقه واحده فيها هي اكل بالنسبه لحاجه تاني قلت، يبقى الدنيا باظت. لو كل الحلقات ما فيهاش حاجه قلت، يبقى الدنيا الى حد ما باظتش. يبقى احنا كده جبنا الاجابه بتاعه السؤال ده كمان. نبص على 19. if the boiling point of acetate acid under 1 atmosphere. ماليش دعوه بايه هو الاسيتايت اسيد، قال لي boiling point، مش فارقه معايا هو ايه. بيقول لي البويلنج بوينت بتاعته at 1 atmosphere pressure او 1 atm pressure equal 118 celsius. then the expected boiling point under 0.8 atmosphere ATM pressure will equal. ده مديني حاجه كده boiling point عندها تحت 1 ATM. لما كان pressure 1 ATM تحت كانت البويلنج بوينت 118. لما اطلع مثلا فوق كان البريشر فوق ب 0.8 ATM بقى. عايز يعرف التمبريتشر كانت بكام. ده كانت في انهي رول دي؟ كانت في انهي رول؟ اكيد كانت في رول ليه دعوه بالبريشر وفرق البريشر والحاجات اللي انت قعدت تتكلم عليها في الفيديو بتاع المسائل ده. فكر كده معايا، فكر كده، دي ممكن تبقى في انهي رول؟ فكر كده. مديني 2 بريشر واحده تمبريتشر. طب الرول بتاع البريشر كان بيبقى ايكوال لايه؟ بريشر ايكوال رو في جي في اتش، ولا عندي رو ولا عندي جي ولا عندي اتش. ده جايب حاجه غريبه خالص. هتقعد تفكر وهتمسك بقى، هتتعب نفسك، هتتوتر، هتمسك بقى كل القوانين اللي عندنا تقعد تفكر دي تنفع بانهي قانون، تتفاجئ في الاخر كالاتي. عشان كده بقول لك
انا عايزك على الرايق خالص، الروقان بيفرق، عايزك على الرايق تدخل الامتحان على الرايق بكل بساطه من غير فزلكه. بريشر كانت تحت ب 1 اتموسفير على السيرفيس بتاع الارث عادي. ساعتها البويلنج بوينت كانت بكام؟ 118. قال لك رحت في حته ثانيه البويلنج البريشر عندها بقى 0.8، يعني البريشر قل. لما البريشر بيقل كان ايه اللي بيحصل في البويلنج بوينت؟ كانت بتقل زي فكره الماونتن، طلعت لفوق، فوق في بريشر قليل فالبويلنج بوينت بتاعتي هتبقى اقل. تعال نبص على التشويسز بقى اللي مديهاني، تعال نبص على التشويسز. البويلنج بوينت بتاعتي كانت 118، هل فوق هتبقى 118؟ لا. طب 119؟ لا، ده 119 ده اعلى، انا عايز حاجه اقل. طب 125؟ لا، ده هو تشويس واحد بس، تشويس واحد بس اللي اقل. الموضوع ولا تعويض ولا بتاع ولا اي حاجه، وعايز يعرف بس يعني اهو 111. هو عايز حضرتك، عايز يعرف حضرتك عارف ان لما البريشر بيقل، لما بطلع لفوق، لما البريشر بيقل البويلنج بوينت بتقل ولا لا؟ مش عايزك ولا تحسب لي حاجه ولا بتاع، سؤال مباشر، سؤال بشكل 111 هو الحاجه، هو الرقم الوحيد اللي اقل من البويلنج بوينت اللي هي 118 دي. تعال نبص على اخر سؤال في الام سي كيو اللي هو 20. which of the following graphs is scientifically incorrect؟ انهي من دول غلط؟ اتفقت معاك وقلت لك ده شكل الدايركت، ده شكل الانفرس. علاقه ما بين السالينيتي اوف ذا سويل، نسبه او كونسنتريشن بتاع الملح في السولت، الملح في السويل، وما بين التمبريتشر. انا ما كانش فيه ريليشن بشكل مباشر ما بينهم هما الاثنين. طب هسيب دي دلوقتي. ريليشن هنا ما بين السويل هيوميديتي ما بين الدبث. السويل هيوميديتي الووتر اللي موجود في السويل ما بين الدبث. كنا بنقول ان كل لما الدبث بيعلى، كل ما بنزل لتحت اكتر، كل ما الهيوميديتي اللي بيحصل لها كل ما بتعلى. كل لما بنزل لتحت اكتر كل ما الهيوميديتي بتعلى، لان الووتر اللي فوق بتقعد تتسرسب تنزل لتحت فبتتحوش تحت. يبقى العلاقه ما بينهم دايركت. ده شكل الدايركت؟ لا، ده شكل الانفرس. طب هو كان عايز ايه؟ which of the following graphs is scientifically incorrect؟ طب ما ده كوريكت، يعني ده incorrect، يبقى الاجابه ايه؟ الاجابه بي. هنسيب الباقي؟ لا، تعالى نتشيك كده نشوفهم. المفروض الثلاثه الباقيين يطلعوا كوريكت. علاقه ما بين size of the sediment وما بين السويل هيوميديتي. كنا بنقول كل لما البارتيكل او السيدمنت زي ما هو قايل لي حجمها بيزيد، كل لما البورز كانت حجمها بيزيد برضو فبتهرب الووتر، يبقى كل لما الهيوميديتي بتقل. يبقى العلاقه ما بين الهيوميديتي والبارتيكلز سايز انفرسلي بروبورشن، وده شكل الانفرسلي بروبورشن. يبقى العلاقه دي صح، مش طبعا في الاجابه. نبص اللي في الاخر برضو، انا بجاوب لك الباقيين عشان ممكن يفيدني الكلام ده في الامتحان. في الاغلب اصلا هجيب لك سؤال زي كده ويلخبط حاجه مكان حاجه وخلاص. يعني علاقه ما بين السالينيتي اوف ذا سويل، البرسنتج بتاع السولت في السويل، يعني ما بين الاريجيشن. هو عاملها دايركت، دي كانت دايركت. وافكرك ليه كنا بنقول كل لما بنزود نعمل اريجيشن اكتر، كل لما بنعمل اريجيشن اكتر كل ما في ميه فيها سولت تيجي اكتر على السويل، بلانت بيسحب بس شويه كونسنتريشن من السولت اللي هو عايزه وبيسيب الباقي. تعمل اريجيشن اكتر يسيب سولت اكتر، تعمل اريجيشن اكتر يتراكم سولت اكتر في السويل. كل ما البرسنتج بتاعت السولت في السويل اللي هي بنسميها السالينيتي بتزيد، يبقى دي برده صح. نبص على اول واحده، temperature والسالينيتي اوف ذا سويل. بعمل irrigation، بحط ووتر. temperature عندي لو بتزيد الووتر هيحصل لها evaporation بشكل سريع، هيتبقى لي ايه في السويل؟ هيتبقى لي سولت. يبقى السالينيتي هتزيد، يبقى كل لما temperature تعلى تمشي ان السالينيتي كمان تعلى دايركت، وده شكل الدايركت. يبقى دي كمان تمشي. ما تنساش انا سايب السؤالين اللي فيهم تريكات فوق عشان ايه؟ عشان اخلصهم على الرايق. ولميت كل ده، لميت كل الاسئله وسايب السؤالين اللي فيهم تريكات. عندنا 3 اسئله، تعال نخلصهم ونرجع للسؤالين. Essay question: during the day beach sand is very hot and sea water is cold. الصبح واحنا على البحر قالعين الشباشب وبنتمشى على الرمله، بتبقى الرمله موحوحه، ولما بنيجي نخش الووتر بقى يا الدنيا تلج، يا بقى الدنيا تلج، فاهم؟ And at night the sand is cooler than the water. اخر النهار بقى او at night بتبقى الووتر هي بقى خلاص دفت، ولكن الساند بيبقى ساقع. give the scientific explanation. طيب دي كانت فين؟ كنا بنقول الووتر عشان ليها specific heat عاليه، فتقعد طول النهار تابزورب في هيت انرجي من غير ما تعلى بشكل ملحوظ. زي ما خدت وقت عشان تابزورب الهيت انرجي وتبدا تبقى دافيه، بالليل هتاخد وقت عشان تلوز الانرجي دي وتسقع بقى. الحته دي بتاعت ايه؟ بتاعت السبيسيفيك هيت. وبالنسبه للساند كان لا، السبيسيفيك هيت بتاعته مش عاليه قوي، عشان كده الصبح وفي شمس بشكل دايركت بلاقي ان هو سخن، واول لما الشمس تروح بيسقع بشكل مباشر عشان السبيسيفيك هيت
بتاعته مش قد كده، مش كبيره. الكلام ده حضرتك هتعرف تقوله، ركز بقى في اللي انا هقوله لك ده. هو عايز الساينتفك اكسبلانيشن. مجرد ما الاقيك due to the high specific heat of water، مجرد ما الاقيك انا عيني هتروح وانا بصحح بعمل ايه؟ اول لما عيني تيجي ناحيه كلمه هاي سبيسيفيك هيت اوف ووتر، انا اديتك الدرجه بتاعتك. انا كده اديتك الدرجه بتاعتك، انت كده جايب لي البوينت اللي انا بسال عليها. معاك وقت عايز تميك شور اكتر، اشرح بقى بالتفصيل. انا اول لما الاقي في الشرح بتاعك الثلاث كلمات دول، يبقى انت كده جاوبت لي على اللي انا عايز اسال عليه، هديك الدرجه بتاعتك. تعال نبص على اللي بعدها. What happens when vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure؟ فاكر كنا قلنا ايه؟ عندي ليكويد في برطمان قافل عليه كان ازازه ميه، الليكويد ده سي ان هو ووتر. الووتر ده بياخد شويه انرجي، بيبقى عايز يتحول لجاز لفيبر، وهنا اوريدي في بارتكلز من الووتر في شكل الفيبر، فهم عاملين فيبر بريشر. امتى؟ كنت بقول اول لما الفيبر بريشر بقى اللي طالع، اللي هنا لسه طالع جديد اللي على السيرفس هنا، اول لما كان بيجي يطلع مولكيولايه خدت شويه انرجي مثلا وهتتحول لفيبر، هتيجي تزق هنا هتلاقي فيه بريشر فوق. لو هي اضعف من البريشر كانت هترجع تاني، مش هتلحق تبقى فيبر، كانت هترجع تاني تبقى ليكويد. البريشر اللي فوق ده، الفيبر بريشر اللي اوريدي موجود فوق ده، بيزقها لتحت مخليها في شكل الليكويد. امتى تقدر يبقى عندها القوه انها تزق وتقول له لا وسع كده، معلش وسع كده وسع كده، ده انا هبقى فيبر، يعني هبقى فيبر. لما يبقى البريشر بتاع الووتر دي الفيبر بتاعها بقى ايكوال اور مور ذان البريشر بتاع الاتموسفير اللي فوق اللي حواليها، ساعتها كنا بنقول ان اقدر اتحول من ليكويد لفيبر. والتحول من ليكويد لفيبر دي معناها ايه؟ معناها البويلنج بوينت، معناها ان انا كده وصلت للبويلنج بوينت. يبقى هو لما بيجي يسالني فيبر بريشر اوف ا ليكويد becomes equal to atmospheric pressure، كل اللي محتاج اقول له this means that the liquid reached the boiling point and is starting to evaporate او change from the liquid state to the vapor state. في كلمتين، مجرد ما اشوف الكلام ده هديك الدرجه يعني. تعال نبص على اللي بعدها. if the temperature مساله if the temperature at the top of a mountain is 0 Celsius. mountain انا بحب ارسم لان انا راجل فنان. ادي mountain، التمبريتشر فوق هنا بكام؟ 0 Celsius. and the height of the mountain equal 3520 meter. 3520 meter وقت اليونت. calculate the temperature at the base of the mountain. عايز يعرف التي هنا equal كام. الرول اللي انا بستخدمه هنا كنت بقول كل 176 متر بطلعهم لفوق التمبريتشر بتزيد 1 ديجري سيلسيوس او كلفن. طب هنا المره دي عكسها لي، ده هيلخبطني. لا ليه؟ كل اللي انا محتاج اعرفه ان 3520 دي فيها كام 176، فهعمل كده، ده ديفايد ده. نجرب على الكالكوليتر. 3520 ديفايد 176 تديني كام؟ تديني 20. هتديني 20. معناها ايه؟ معناها ان دول فيهم 176 20 من ال 176. كل واحده فيهم كانت بتديني فرق كام؟ فرق 1 ديجري. ولكن هنا التركايه بقى، اللي هو فاكر ان هو بيلخبطني بيها، مديني درجه الحراره فوق وعايز اللي تحت. لما كان بيبقى عندي تي اللي تحت كنت بقول ماينس ال 20 عشان يديني اللي فوق. هعتبر تي اللي تحت دي اكس، كنت بقول اكس ماينس 20 يديني واي اللي هي فوق. طب هو المره دي مش كده بقى، ده المره دي انا دلوقتي اهو اكس ماينس 20 تديني واي. لو ما فهمتش حتى اللي انا قلته ده احفظها كايكويشن، اعرفها كايكويشن. اكس اللي هو درجه الحراره تحت، ماينس 20 ده فرق درجات الحراره اللي بجيبه من الهايت اوفر 176 ايكوال واي التمبريتشر اللي فوق. الواي اديها لك بكام؟ بزيرو، وعندك 20 وهنا ماينس وهنا اكس. تعرف تجيبها؟ ازاي؟ هتودي نيجاتيف 20 دي الناحيه الثانيه بالبوزيتيف، هتبقى اكس ايكوال كام؟ هتبقى اكس ايكوال 20. يعني التمبريتشر تحت هتبقى ايكوال كام؟ هتبقى ايكوال 20. التمبريتشر تحت هتبقى ايكوال 20 سيلسيوس. منطقي ولا مش منطقي؟ ادي زيرو فوق وتحت 20، الفرق ما بينهم 20. طيب بشكل تاني برضو عشان ما نتلخبطش، انا جبت الهايت اهو عملته ديفايد 176 اداني فرق التمبريتشر
طلع كام فرق التمبريتشر؟ فرق 20. ال 20 الفرق ده لو هو مديك التمبريتشر فوق اعملهم بلس التمبريتشر اللي فوق هتجيب التمبريتشر اللي تحت. طب لو هو مديك اصلا الجيفن التمبريتشر اللي تحت اعمل التمبريتشر اللي تحت ماينس الفرق هيديك التمبريتشر فوق بكل بساطه. خلصانه. وبكده احنا خلصنا الامتحان بتاعنا. واخد لي بالك انت اوعى تقفل الفيديو اوعى تقفل الفيديو، اوعى تسيب ورقه الامتحان وتمشي. احنا سايبين سؤالين تريكي فوق، سايبين سؤالين تريكي. انا خليتك تسيب السؤالين التريكي ليه؟ اضمن باقي الامتحان وبعد كده ارجع لهم، لكن ما تنساهمش. طب ليه خليتك تسيبهم في الاول؟ عشان ما تضيعش كل وقت الامتحان في سؤال واحد بدرجه وانت عندك اسئله كتير كلها بدرجه برضو بس سهله انت عارفها. واخد بالك انت؟ تعالى بقى نرجع للسؤالين اللي فوق. كانوا كام وكام اللي انا سايبهم؟ كانوا 2 و3. طبعا انت المفروض هتبقى معلم ساعتها. Which of the following reactions lead to decay of ozone؟ قلت لك انا في المنهج بتاعي ما خدتش الديكي بتاع الاوزون، خدت الفورميشن بتاع الاوزون. فانا حاسس ان السؤال ده بره المنهج، ولكن بكل بساطه عايز يعرف انهي من دول ليهم دعوه بالديكي بتاع الاوزون. طالما يجيب لي سؤال انا حاسس ان انا ما شفتوش قبل كده، هو خارج المنهج، ما العبش انا في دماغ نفسي بقى واقول لا ده السؤال بره المنهج، اصل لا ايه ده هو في درس انا كده ما ذاكرتوش، ايه ده هو في حته انا ما لقيتهاش في النوتس ما عدتش عليها. لا ما اشكش في نفسي، نركز على المعلومات اللي عندنا. تعالى بص كده 4 ايكويشنز، انا عايز اشوف انهي الايكويشنز اللي صح والا انهي اللي غلط. انهي بتليد تو ديكي اوف اوزون، بتكسر الاوزون. هو انا كده بيولوجيك كده. بص انا بقعد اتامل وانا مش متوتر. بص بقى، هو دي اصلا ما فيهاش اوزون، ده دي او ان او 2 مع او بتديني مش عارف ايه، يعني دي اصلا ما فيهاش اوزون. ان او بلس او 2 دي اصلا كمان ما فيهاش اوزون، دي فيها اوزون ودي فيها اوزون. بص بقى هنا، بص ان او 2 بلس او 3. ان او 2 بلس او 3 يعني انا عندي انايه واحده وعندي 2 اوهات و3 اوهات، يعني عندي 5 او، 5 او، واحده انايه و5 او. تعال نبص اللي طالع عامل ازاي. ده اللي طالع انايه واحده وواحد 2 3 او. طب هو ده ينفع كيميكال رياكشن؟ ينفع اصلا؟ راحوا فين؟ انت مدخل 5 اوهات، راح فين؟ طلعوا 3، في 2 اتنسوا في النص يا كابتن، يعني في 2 وقعوا في النص، يبقى اصلا الايكويشن دي غلط، هي كايكويشن غلط. تعال بص اللي فوق دي اكتر واحده منطقيه. ليه؟ ان او بلس او 3 ادتني ان او 2 بلس او 2. هنا كان عندي اوهايه و3 يبقى 4، طلع عندي اوهايه، طلع عندي 2 و2 يبقى 4 برضه، يبقى دي منطقيه. وفي نفس الوقت حققت لي اللي هو بيتكلم عليه، كسرت لي الاو 3، طلع في الاخر بقى ايه؟ بقى او 2. انا لو مكانك في الامتحان هعمل كده، انا باخد لك التجربه كأن انا مكانك في الامتحان بالظبط. وارد جدا يجي لك في الامتحان حاجه تحس ان هي جايه من كوكب زحل، قشطه، بس هعرف اتعامل معاها. نبص نمبر 3. The opposite figure shows the amount of glucose in the cytoplasm. انا ما خدتش في منهجي حاجه اسمها cytoplasm ولا يهمني اعرفها دلوقتي. Of the cells of an organism. في اورجانيزم عنده جلوكوز في السيلز بتاعته. اورجانيزم عنده جلوكوز، ابدا افهم بقى كده. اورجانيزم عنده جلوكوز في السيلز بتاعته. study it carefully. عايزني ادرس البتاع ده، يديني حاجه ادرسها and then conclude which region. عايز بقى اعرف which region، انهي منطقه في الجلوب كان this organism live in. عايز يعرف بقى الاورجانيزم ده ممكن يعيش في انهي منطقه. الاورجانيزم ده عنده amount of glucose في حاجه انا ما اعرفهاش، ولكن تعالى بص كده الريليشن بيقول لك ايه؟ جلوكوز ان ذا الحاجه اللي ما اعرفهاش. في حاله الوينتر بتبقى عاليه قوي، في حاله السبرينج بتبقى قليله شويه، سمر اقل خالص، اوتم بتبقى عاليه. انا لو معاك في الامتحان، يعني انا لو في الامتحان واتفاجئت بحاجه زي كده للوهله الاولى انا ما عنديش اجابه ليها عشان تبقى عارف. يعني تعال نفكر مع بعض. الكائن اللي عنده جلوكوز ده، الكائن اللي عنده جلوكوز بيبقى عالي في الوينتر واقل في السبرينج وقليل خالص في السمر، ده هيعيش في الديزرت زون ولا التروبيكال فورست زون ولا الفروزن بولر ريجن ولا الاكواتيك تمبريتشر زون؟ هو مبدئيا مفيش حاجه اسمها اكواتيك تمبريت زون، انا ما شفتش حاجه زي كده اصلا في منهجي. ذا فروزن بولر اتكلمنا عن البولر، وكلمه فروزن مش غريبه عليا، خليها دلوقتي. تروبيكال فورست زون برضو اتكلمنا عن التروبيك والفورست فمش غريبه عليا فخليها دلوقتي. ديزرت زون لا بعيده خالص عني ديزرت زون دي، يبقى انا حيران ما بين الاثنين دول، انا محتار ما بين الاثنين دول. حاجه مش عارفها، اركز في تفكيري بقى. الحاجه اللي هو قال لك جلوكوز في حاجه ما اشغلش بالي ان انا اعرفها واقعد افتكرها، اوريدي ما عدتش عليا فهي مش في منهجي. لكن كلمه جلوكوز دي، هل عدت عليا كلمه جلوكوز؟ فاكر لما شرحت لك وقلت لك انت عندك الايس فروج، في نوع من الفروجات اللي هو بيعيش في الايس ده عشان ما يتجمدش بيفرز جلوكوز وبيستخدمها كانتي فريز سبستانس. في نفس الوقت اللي قلت لك ان الايس فيش بقى، في نوع من الفيش اسمه ايس فيش،
عشان يحارب الفريزنج برضو بيفرز نوع معين من البروتينز. تفتكر هو هنا قصده على الفروجايه اللي كنا بنتكلم عليها؟ فروجايه كانت بتطلع جلوكوز عشان تبقى انتي فريز بوديز، عشان ما تتجمدش، الوظائف بتاعتها هي جواها ما تتجمدش. طب نبص على الجراف اللي انا ما كنتش فاهمه كده، ده الجلوكوز بيزيد في الوينتر. الجلوكوز بيزيد في الوينتر لان هي هتخاف انها تتجمد في الوينتر. الله، ده الموضوع بسيط اهو. تعال، طب تفتكر دي ممكن تبقى هتعيش فين؟ في التروبيكال فورست. هو التروبيكال فورست اصلا بتتجمد، ده حته ده عند خط الاستواء مش بتتجمد. يبقى بتعيش فين؟ the frozen polar region. the frozen polar region. the frozen polar region. داخل الامتحان رايق، حليت بطريقه رايقه، لميت دنيتي بطريقه رايقه، انا قاعد فايق في اللجنه، انا رايق. انا في اول 10 دقايق ربع ساعه كنت لميت اكتر ما اي ستودنت تاني حواليا لم. ليه؟ ماشي بترتيب معين، مش ماشي بنفس الترتيب اللي جاي لي بيه الامتحان. انا ماشي ده دماغي ماشياني. في اسئله فيها تريكات، في اسئله فيها تريكات. جات لي اسئله غريبه حاسس ان اول مره اشوفها، جات لك اسئله غريبه حاسس ان انت اول مره تشوفها، ولكن طول الترم بحاول اخليك رايق عشان تعرف تتعامل في هذا الموقف، وفي نفس الوقت مرتب لك وقتك في الامتحان عشان تخلص من الدرجات السهله وتلم كل الدرجات السهله، يتبقى معاك السؤالين اللي انت محتاج لهم وقت، وعندك باقي وقت الامتحان تقدر تلم فيهم السؤالين دول. انا مش عامل كل المجهود ده عشان حضرتك تخش تنجح في الامتحان ده، لا، احنا بنأسس للسنه الجايه وللي بعدها. انك تتحط في الامتحان محتاج اكتر من حاجه غير ان انت تكون مذاكر، محتاجه فكر ودراسه ازاي اصلا اتحط في امتحان. اتمنى اكون بالطريقه دي بفيدكم وبزود لك طوبه تانية في النولج بتاعتك عشان المراحل اللي جايه كمان. هنزل لك برده البي دي اف بتاع الامتحان ده على الجروب بتاع الواتساب عشان تبقى كل حاجه عندك موجوده على الجروب. عندك جروب التليجرام وعندك جروب الواتساب. لو انت داخل جديد الحاجات القديمه مش هتظهر لك، ابعت للادمنز هيبعتوها لك. ربنا معاكم، وجود لك.